السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض العيش اللي في الطاسة. هنعمله من غير لا زبدة ولا سمنة ولا زيت، زي ما انتوا شايفين كده، جميل جدا. وكمان هنعمله بسرعة خالص، مش هياخد مننا اي وقت. وهنعمل من كيلو واحد دقيق بس، اكبر كمية ممكن تتخيليها من العيش. اسمه العيش البطبوط، بيقولوا عليه كده في المغرب وفي الجزائر. اول حاجة كده هنسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نبدأ على طول. هنقول مقاديرنا ان شاء الله النهارده تبارك الله بالكوبايه وبالمعيار مظبوط باذن الله. ده شكل العيش بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، هش وجميل جدا من جوه كده ومنفوخ. تقدري تحشيه نوتيلا، تقدري تحشيه جبنه ولانشون ومربى، تقدري تحشيه بطاطس شيبسي لسندوتشات المدارس، ينفع للسحور وينفع كمان للفطار. ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده اهوت. يلا بينا نقول المقادير بتاعتنا ونسمي الله ونصلي على الرسول. عندي هنا كيلو من الدقيق، طبعا انا نخلت الدقيق بتاعي، وعندي هنا نص كوبايه من الميه الدافيه، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، ونص معلقه صغيره من الملح، وعندي هنا كوبايه من اللبن الرايب. طب لو احنا ما عندناش لبن رايب نقدر نستخدمه بلبن قاطع. اللبن القاطع اللي هو بيبقى اللبن اللي جينا نجربه ينغلي كده لقيناه هيروب مننا، او نقدر نستبدله بعلبه زبادي ونكمل الباقي ميه، او نقدر نستبدله كمان بمعلقتين 2 من لبن البودرة، ونكمل برضو العجن بتاعنا ميه. اول حاجة هبدأ كده اقلب الملح بتاعي على الدقيق، وبعدين اركنه على جنب، وبعدين في الميه الدافية هنزل بالخميرة، وانزل كمان بمعلقة السكر. يبقى انا معايا معلقة خميرة ومعلقة سكر ونص كوباية من الميه الدافية. ميه دافية بس مش ميه سخنة، لان احنا لو سخنا الميه هتفسد الخميرة بتاعتنا. هنركن الخميرة بتاعتنا تنشط على جنب، وبعدين هنجيب الكوباية بتاعت اللبن الرايب ونقلبها كده مع الدقيق والملح كويس، وبعدين نزود عليهم بالخميره بتاعتي. دلوقتي هنبدا نعجن بايدينا بقى زي ما احنا شايفين كده، ونزود ميه بقى شويه في شويه. تقدري تعجني الكميه كلها بلبن بس، او تقدري تحطي زي ما انا قلت لك معلقتين لبن بودره وتكملي الباقي ميه. الكميه بتاعتي خدت معايا كوبايتين 2 من السوائل، نص كوبايه الخميره اللي احنا كنا عاملينها الميه بالخميره، وكوبايه اللبن، وخدت معايا كوبايه كمان من الميه الدافيه. عندي هنا طبق هحط فيه شويه من ميه دافيه بعد ما انا خليت الدقيق يدوب كده مع الملح والسكر والخميره. وبعدين هاخد العجينه بتاعتي وابدا التها كده شويه على الرخامه. تقدري تلتيها او تعجنيها في العجان او في الطبق، بس انا بحب اعجنها كده على الرخامه علشان تربي معايا عرق، والعيش بتاعي لما اخبزه كده يبدا يقب معايا، وكمان يبقى في خفيف كده وهش من جوه. لان احنا لو ما عجناهوش كويس جدا وعملناش الخطوه ديت ان احنا نعجنه بطريقه اللت، وان احنا نشد العجينه كده ونرجعها تاني، هيبدا معانا العيش بتاعنا يبقى زي القاطع كده شويه، وكمان مش هيبقى منفوخ معانا. اهم حاجه في اي مخبوزات طريقه العجن بتاعتها. هنفضل كده نعجن في العجينه بتاعتنا لحد ما نبدا نشد العجينه كده نلاقيها متماسكه معانا ومربيه عرق شديد جدا، ما بتتقطعش معانا، وكمان تنعم معانا. نعجن فيها لما العجينه بتاعتنا تبدا تلم نفسها كده من على الرخامه زي ما احنا شايفين، وما يبقاش فيه ولا قطعه عجينه ماسكه في الرخامه، ولا بتشبط كده مننا ولا اي حاجه. هنعجنها حوالي 10 دقايق. هتاخد معنا عجن 10 دقايق. تقدري تعجنيها في العجان بان انت تحطيها وتريحي العجان لمده دقيقه كده، وترجعي تعجني تاني. زي ما احنا شايفين كده العجينه بتاعتنا طريه، لكن ما بتلزقش في ايدينا زي ما احنا شايفين كده. هنبدا بقى نحطها تاني في طبق العجن، وبعدين نجيب نقطه من الزيت كده ونحطها على وشها، بحيث انها بس ما تلزقش معانا في الاسترتش راب او في الغطا اللي احنا هنغطيه بيه. انا كان عندي الغطا بتاع العجان ده، هبدا اغطي بيها. وبعدين علشان خاطر اسرع معايا عمليه التخمير، عندي ميه دافيه كده هحطها في طبق استانلس، وبعدين ابدا احط فيها طبق العجين بتاعي واغطيه بفوطه واركنه شويه لحد ما يبدا يرتفع ويخمر معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما شاء الله تبارك الله. الكميه بتاعتي كبرت جدا زي ما احنا شايفين كده، والعجينه بتاعتي خمرت وبقت جميله كده. هبدا بقى اخد العجينه بتاعتي واحطها على المفرش بتاعنا بتاع تقطيع العجين، او على الرخامه، او نقدر كمان على صينيه اللي يعجبك. وبعدين نبدا نلف العجينه كده ونقطعها لاربع قطع، بحيث ان احنا نقدر نقسم كل قطعه لوحدها. نقدر ما نعملش الحركه دي ونقطع كل قطعه كده
كل رغيف صغير كده بايدينا، بس الحركه دي بتسرع معانا عمليه تقسيم العيش بسرعه. بدل ما نقعد نعمل كل قرصه لوحدها كده مدوره صغننه، لا احنا هنعمله بالنشابه كده، هنفرده كله بالنشابه وبعدين نقسمه بالقطاعه، هيسرع معانا عمليه التبطيط بسرعه. بعد كده هفرد العجينه بتاعتي بايديا، وبعدين هبدا افردها كده بالنشابه وما رقهاش قوي وما خليهاش تخينه، هتبقى حوالي نص سنتي كده، يبقى عرض العجينه بتاعتي حوالي نص سنتي. عندي هنا غطا كده برطمان او مثلا اي قطاعه عندي، هبدا اجيب بقى هجيبها كده وبعدين اخدها واقطع بيها العجين بالشكل اللي احنا شايفينه ده، زي ما احنا شايفين كده. مثلا عندك قطعه الهمبرجر او اي حاجه تكون مدوره عندك طبق مثلا او بوله تقدري تقطعي بيه. بعد ما قسمنا بقى العجين بالشكل ده، انا عندي هنا هجيب صينيه واحط عليها فوطه من بتاعه المطبخ اللي احنا بنستخدمها في المخبوزات، وبعدين ابدا ارص عليها العجين. انا هنا بوريكم سمك العجينه عامل ازاي، سمك رغيف العيش عامل ازاي. هبدا بقى ارص الكميه كلها، وطبعا الزوايد اللي بتخرج ديت مش هنتخلص منها، لا ده احنا هنلفها كده ونكورها ونركنها على جنب، وبعدين نرجع نعيد استخدامها تاني. هعمل معاكم واحد كمان بينفرد معايا العجينه، طالما بتاعتي استريحت كويس وخمرت مظبوط بتتفرد معايا بكل سهوله، ما بترجعش تكش كده معايا وانا ببططها تاني ولا اي حاجه. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله تبارك الله، بسرعه جدا بنعمل كل حاجه. وبعدين هنا عندي مقله على النار، هحطها الاول تسخن كويس جدا وبعدين ابدا ارص عليها العيش بتاعي. بس هنا في تركايه بسيطه، ان احنا لازم لما نكون بنعمل العيش ما نستناش عليه لما يقب كده او ينتفخ وبعدين نقلبه، لا اول ما نحطها كده ونخلص رص نرجع تاني نقلبه تاني على الناحية التانية، علشان يبدأ يطلع معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يبقى عامل شكل القرص الطرية كده، تحسوا ان هو مبلور من جوه كده ومنفوش، وكمان يستوي بطريقه صحيحه. هي دي بس التكايه في طريقه خبزه، ان احنا نحطه دقيقه واحده نقلبه الناحيه التانيه ودقيقه واحده نقلبه الناحيه التانيه، وهو ما بياخدش دقيقتين 2 أو 3 بس على البوتاجاز، بينعمل بسرعه جدا زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا قطعناه بسرعه، وكمان سرعنا عمليه الخبز التخمير بتاعته بسرعه، وسرعنا عمليه الخبيز بتاعته كمان بسرعه. تقدري تعملي الرغيف اكبر من كده او اصغر من كده على حسب ما انت عايزه. انا عندي اخر كورتين اللي انا كنت لماهم من العجين عملتهم كبار بالشكل ده، الحجم ده كبير اهوت شكل الرغيف العيش الكبير. وكمان عملت منهم برضو وسط كده قد القرص اللي احنا بنعمل فيها سندوتشات بتاعه اللي بنجيبها في سندوتشات الفول والطعميه. تقدري تعملي طبعا الحجم اللي يعجبك. هنحط الرغيف كده وبعد دقيقه واحده هنبدا نقلبه الناحيه التانيه، هنبص يطلع معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ودي الكميه بتاعتي اللي طلعت من كيلو دقيق، طلع حوالي 65 قرصه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وطلع رغيفين 2 كبار اللي انا عملتهم في الاخر من العجينه اللي كنت لماها. المخبوزات دي طعمه جميل جدا، بيبقى شكله حلو وصغنطوط كده وسهل كده في السندوتشات والاكل، وكمان منفوش من جوه زي ما احنا شايفين كده، ومنفوخ زي ما احنا شايفين كده. نقدر نحشيه اي حاجه ونقدر نسحر بيه او كمان نفطر بيه لو احنا في يوم عاملين اكل هيتاكل بعيش. طري جدا وهش زي ما احنا شايفين كده. بس هنبدا بقى نجمعه مع بعضه كده ونحطه في كيس من بتاع اللبن يكون كبير على قد الكميه اللي احنا عايزينها، وبعدين نشيله في الفريزر، وقبل ما ناكله بحوالي نص ساعه نبدا نطلعه زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله ده الحجم الصغير اللي انا كنت عاملاه، طري جدا وجميل اهو. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.